السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار، وهذا أبرز عنوانها: ابن برلماني يقدم على تصفية مسير ملهى الليلي. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. أفادت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش اليوم أنها فتحت تحقيقا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات تصفية مسير ملهى الليلي. وفي التفاصيل، أكدت الشرطة القضائية أن التحقيق يهدف إلى تحديد الظروف والملابسات المحيطة بتورط ابن برلماني سابق من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 40 سنة في قضية تتعلق باستعمال آلة حادة لتصفية مسير ملهى الليلي بعد نزاع نشب بينهما. وقد أفادت مصادر مطلعة وشهود عيان أن مشادات كلامية صاخبة نشبت بين صديق المشتبه به والضحية قبل أن يتدخل الجاني ويوجه ضربات للضحية أنهت حياته على الفور. وقد جرى وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين جرى نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.